السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم الأسعار، يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. خبر سار وعاجل جدا، بينها الأرز والسكر. اليوم بدء تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية. يبدأ اليوم السبت 14 من شهر أكتوبر تطبيق مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع استراتيجية والتي أعلنت عنها الحكومة. ومن ضمن السلع التي سيتم تخفيضها وفقا لمبادرة الحكومة: الفول، العدس، الألبان، الجبن الأبيض، المكرونة، السكر، الأرز، زيت الطعام. وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أفاد بأنه تم تحديث 7 مجموعات من السلع الرئيسية التي سيبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح بين 15 و 25%، مضيفا أن هناك عددا من هذه السلع بدأت عملية تخفيضها بالفعل، مشيرا إلى أنه سيكون موضحا كتابة الحد الأقصى لسعر السلع على كل المنتجات. وذكر رئيس مجلس الوزراء أنه تم اتخاذ قرارات من وزير المالية وتوقيعها من قبل رئيس الوزراء بشأن تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لهذه السلع ولمدة 6 أشهر حتى تضمن انخفاض الأسعار ويعقبه استقرار في سعر هذه المنتجات، مضيفا: لا نريد مجرد انخفاض وقتي ولفترة زمنية محدودة، لذا تم التوافق على استمرار تنفيذ نفس الآليات المطلوبة من البنك المركزي، وزارة المالية والوزارات المعنية لفترة غير محدودة، بحيث تكون 6 أشهر على الأقل حتى نطمئن إلى انخفاض وثبات أسعار السلع المعلنة بنسب تتراوح ما بين 15% و 25% للمجموعة السبع الأولى. وفيما يخص الدواجن والبيض ستكون بنسبة حوالي 15%. تحذير من الشبورة وأمطار على هذه المناطق. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء والصعيد. وأوضحت الهيئة وجود شبورة مائية صباحا من 4 إلى 7 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة. وأشارت إلى وجود أمطار متوسطة بنسبة حدوث من 50 إلى 60% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، تمتد خفيفة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 30% تقريبا. وعند درجات الحرارة تسجل العظمى في القاهرة والعاصمة الإدارية 29 درجة، والإسكندرية 27 درجة، وحلايب وشلاتين 33 درجة، وأسوان 35 درجة. قبل ما ننهي الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.